هلو هلو، ازيكم يا ولاد؟ بسم الله والحمد لله وما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله وتوكلت على الله. النهاردة الاربع الساعة 7. النهاردة زي ما بنقول اتفاق، يعني بدأت ان انا اتحرك شوية، بدأت افكر صح. بدأت استغل التولز اللي في ايدي في الشغل نفسها الموجودة اللي انا ما استغلتهاش قبل كده. ايه هي التولز الموجودة في ايدي دلوقتي؟ ان انا خريجة علوم جامعة القاهرة، معايا بكالوريوس علوم كيمياء بيولوجي، ومعايا دبلوم التحاليل جامعة عين شمس بايوكيمستري، معايا الدبلومة من جامعة عين شمس، ومعايا كمان تصريح مزاولة مهنة كدكتور تحاليل. طبعا بعد كل ده انا ما اشتغلتش في مجالي. كل السنين الخبرة اللي عندي كانت خبرة في شركات الأدوية وفي الدعاية. هو جميل ان انت تبقى اوير، بتبقى عندك علم بالماركتينج بالسيلز، ده مهم جدا، لان اي مشروع في الدنيا محتاج واحد سلزجي يعرف يجيب ناس، يعرف يبيع فكرته للناس ايا كان. مش لازم تبيع حاجة، الفكرة نفسها بيعها محتاج واحد يعرف في السيلز، وده افادني كتير. بس في نفس الوقت انا ما استغلتش كل اللي معايا، ما استغلتش ان انا معايا بكالوريوس ومعايا دبلومه وتعبت فيهم ويعني والتصاريح اللي انا خدتها والفلوس اللي انا دفعتها، لا يعني انا تعبت ودفعت كتير. والتصريح اللي انا خدته بالمزاوله انا ما استغلتوش لحد دلوقتي. ففكرت ان انا استغل كل التولز والاسلحه اللي في ايدي، اللي هو التعليم اللي انا اتعلمته. ناقصه ايه؟ ناقصه ان انا اتدرب، ناقصه ان انا اشتغل فيه في المجال نفسه، وبعد كده ابدا ان انا افكر اعمل حاجه لنفسي بقى، ان هو افتح معمل لنفسي يبقى ليا الكارير بتاعي. وده مهم جدا لاي حد بيشتغل، ما يبقاش شغال في دايره او في ساقيه بيجر الساقية وبيلف بيلف بيلف وخلاص. لا، هو الدنيا مش كده، او الشغل مش كده. طول ما انت هتشتغل عشان تقبض مرتب اخر الشهر عمرك ما هتنجح في حياتك. الفكرة كلها ان انت بتشتغل بتتعلم. حلو ان انت تاخد مرتب كويس، بس مش المرتب هو الاساس ومش هو الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ان انت يبقى ليك طموح، ليك تارجت. انا ايه تارجتي من الشغل؟ اخد مرتب اخر الشهر وانام وكده؟ لا، ليا تارجت تاني، ان انا اتعلم، الف في الشركه، الف في اخد كل الخبرات الموجوده، بحيث ان انا لو فتحت بنفسي وفتحت مكان لنفسي ابقى عارفه كل حاجه، اعرف اديره. ودي الشطاره، ده اللي انا فكرت فيه دلوقتي. انت عندك التولز وعندك يعني اللي هو اكتر حاجه محتاجينها ايه؟ الشهاده، التصاريح. انت معاكي كل ده، طب عملتي بيه ايه؟ nothing، مفيش، ما عملتش فيه حاجه. فكرت اول ما اتخرجت في الفلوس ان انا اشتغل في مكان كويس، شركه كبيره، اقبض مرتب كويس. خدت كل ده، لكن لما جيت في الاخر السنين جريت وعدت والدنيا راحت وجت بيا كتير. جيت قعدت، طب انت ايه دلوقتي؟ انت مين؟ انا مش حد، انا كنت تابع الشركه الفلانيه، انا كنت تابع الشركه العلانيه. طب وبعدين؟ هل دلوقتي يقولوا الشركه دي بتاعت مثلا دكتوره سماح، يعني دكتوره سماح هي صاحبه المكان؟ لا. الكونكلوجن ايه بقى؟ الخلاصه من كل الكلام ده كله ايه؟ اشتغل بهدفين. هدف ان انت earn يعني تكسب كويس، earning عموما، وان انت تبقى لك طموح وهدف، تتعلم حاجه معينه توصل لها، تبقى بروفيشنال فيها، تقدر تشيل مشروع بنفسك بقى. دي المهم. دي خلاصة البهدلة اللي انا شفتها في حياتي، يعني بهدلة الشغل، بهدلة الاونرز اللي هم اصحاب الشركات واصحاب الاعمال والمديرين وهكذا. هم ليهم حق، هم عايزين، هو صاحب المال بيصرف حاجات معينة علشان تجيبي له فلوس. يعني هو مش بيشغلك لله، هو زي ما بتجيبي له مليون جنيه هو بيديكي منهم 5 أو 10 أو whatever 2000 جنيه، مش لازم يديكي. بس جميل ان انت earn money، ان انت تاخد فلوس كل شهر، مرتب ثابت وكوميشن كمان فوقيه، ده الشطارة.
والمهم كمان انت تتعلم انا بعد كده هبقى فين، تارجتك ايه بعد 5 6 سنين، او تارجتك في السنة اللي انت فيها ايه. دي اهم حاجة. فانا انا عارفة ان انا ابتديت متأخر، بس مفيش حاجة اسمها متأخر مفيش حاجة اسمها متأخر. يعني ده بحس ان الناس اللي بتكلمني بتقولي كده انت متأخرة، ده انت انسان غبي. سوري يعني، بس انا مش شايفة ان في حاجة متأخرة. طول ما انت بتتنفس، طول ما انت بتمشي على رجلك، طول ما انت عايش، ففي تارجت انت عايز توصل له، عايز تعمله في حياتك. مهما كان مين يأسك مالكش دعوة بيه، اديله ظهرك وامشي، لان هو انسان بائس، انسان فاشل. اللي يقولك كده هو انسان فاشل، مش فاهم حاجة. الانسان الناجح هيشجعك، حتى لو انت على كرسي بعجل هيقولك اتفضل، قوم، اشتغل، روح، تعالى، فكر، انت صح، انت مظبوط. ده الناجح بيفكر في الحلول. الفاشل بيفكر في المشاكل، بيفكر في المشاكل قبل ما تحصل. لا، خليك ناجح، خليك فكر ازاي تبقى كرييتيف، ان انت تحل المشاكل اللي عندك، ان انت جو اون، ان انت تقوم بقى، كفايه قاعده، كفايه انا شغال عند فلان والعلاني وده سايبني شغلي، لا اصل انا مش جايب، اصل انا مش عامل، اصل هو الشركه مش راضيه عني، اصل مديري مش راضي عني. كل ده بنشوفه. ولكن خليك انت ناجح علشان نفسك، مش عشان شركة، مش عشان مدير. خليك علشان نفسك، ثق في نفسك. ولو مش واثق في نفسك قوم واشتغل لحد ما توثق فيها، تقدر تشيل نفسك وتشيل مشروعك بنفسك. يلا جو اون. يلا باي باي، اراكم قريبا يا ولاد. see you soon.